تعرف ان مصر فيها سد عالي تاني، لكن المرة دي بقى مش في أسوان ولا في الجنوب خالص، لكن في منطقة صحراء. طيب انت عارف يعني ايه تبني مشروع زراعي مساحته قد 5 محافظات؟ طب انت متخيل ان مصر عملت فعلا كده؟ بس الاغرب ان المشروع ده مش على النيل، ده في قلب الصحراء، وفي كميات ميه ماشيه في مواسير وانفاق واحواض معالجه اكتر من اللي بيعدي في نهر كامل. السؤال بقى، تفتكر ده ليه؟ هل علشان نزرع ولا في حكايه اكبر؟ هنجاوب على السؤال ده في الفيديو، خليك متابع معانا للاخر. الموضوع بدأ من فكرة بسيطة، إن مصر لازم تخرج من الوادي الضيق، يعني بدل ما كل الناس والزرع والمصانع محشورين حوالين شريط النيل، طب ما نطلع بقى على الصحراء ونزرعها. طب علشان تزرع الصحراء محتاج حاجة واحدة صعبة جدا، وهي المية. ومن هنا بقى بدأت فكرة مشروع الدلتا الجديدة اللي هنتكلم عليه النهاردة. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إنه بحجم 4 أو 5 محافظات هيوفر 250,000 فرصة شغل وسكن كمان لملايين الأسر في المستقبل. المشروع في غرب الدلتا تحديدا حوالين محور رود الفرج الضبع، يعني قريب من اكتوبر وشمال الجيزه وكمان غرب الفيوم. مساحته 2,200,000 فدان، وقبل توصل ل 2,800,000. وده يعني ان المساحه الزراعيه في مصر هتزيد حوالي 23%، رقم مهول لما تفكر انه بيزود امنك الغذائي وبيقلل استيرادك وبيوفر عمله صعبه. بس نرجع لمشكله كبيره، وهي الميه. الحكومه بقى حلت الموضوع ده بطريقه غريبه لكن ذكيه. جابوا ميه من ترعه الحمام الجديده وعلى بعد 170 كيلومتر، عملوا لها محطه معالجه بتنظف مياه الصرف الزراعي اللي كانت بتترمي في البحر وحولتها لمياه صالحه للزراعه. المحطه دي خدت شهاده من جينيس انها اكبر محطه معالجه في العالم، بتطلع 7,500,000 متر مكعب ميه في اليوم. ده غير انه ممر شرقي تاني جاي من ترعه تحيا مصر بيوصل ل 10 مليون متر مكعب مياه من فرع رشيد. يعني المشروع بياخد 17,500,000 متر مكعب ميه يوميا. لكن مش بس كده، الباحثين كمان لقوا خزان جوفي ضخم جدا في الصحراء الغربية بيقدر يروي 7 مليون فدان لوحده، يعني في مصدر ثالث للمية وتحت رجلك. ده غير ان المشروع نفسه متقسم ل3 مناطق، مشروع الدلتا الجديدة، مشروع مستقبل مصر، ومشروع جنة مصر. ال3 داخلين في بعض ومتكاملين في البنية والتخطيط. طيب هنزرع ايه؟ اللي اتقال رسميا انهم بيزرعوا القمح والذرة والبقوليات والخضار، يعني المحاصيل الاستراتيجية اللي بنستوردها بمليارات الدولارات. وبيستخدموا طرق ري حديثة عشان كل نقطة مية تتوزن بالذهب، وبيبنوا محطات تحلية وكهرباء وطرق عشان اللي يروح هناك يلاقي مجتمع كامل مش مجرد أرض وزرع. الدولة كمان بتدرب مهندسين وفنيين على تشغيل وصيانة المحطات، لأن حجم المعالجة وجودة التشغيل محتاجة كفاءات عالية جدا. وبيشتغلوا على تقليل ملوحة التربة وعدم تأثر الزرع بمية الصرف حتى لو